المتغيرات الخارجية المتسارعة جعلت الأحزاب تضبط بوصلتها على السياسة الخارجية للبلاد، حيث تولي بعض التشكيلات السياسية فتية كانت أو كبيرة اهتماما ملحوظا في الفترة الأخيرة بالشأن الدولي والاقتصادي، خاصة بعدما تقدمت الجزائر بطلب رسمي إلى منظمة البريكس العالمية. الحزب من أولوياته كذلك هذا التكوين المستمر، هذا الإلمام بكل ما يحدث حتى نستطيع نحن أن نتكفل أو ننوب عن هذا المواطن ونفهم. كل الناس تتكلم على البريكس، كل الناس تتكلم على أي شيء، لكن بطريقة سطحية دون الغوص في التفاصيل من كل المنابر التي نكون فيها. ومهما كانت توجهاتنا، مواقعنا، كل الإطارات اللي موجودة، انخراط الجزائر أو وجودها في أي منظمة في أي شيء أي علاقة لها انعكاساتها على الحياة. اهتمام مبني على تطور الموقف الحكومي من الأحداث الإقليمية والدولية، تسعى من خلاله التشكيلات السياسية إلى تحريك المشهد الراكد، جمود النقاشات والوقوف على مسافة واحدة إزاء القضايا الدولية. كأحزاب سياسية دورنا أن نواكب ونتابع وندير تصويب، نعطي وجهة نظرنا. خليني حتى نقول حتى هناك إنجازات لازم نحسن في تسويقها، لأن صورة الجزائر مهمة، لأنه داخلة في نيولوك في التسويق من أجل جلب الاستثمارات، لأنه الاستقرار واستقرار السياسي الاجتماعي والاستقرار حتى في القوانين، هذه مؤشر مهم يخلي الجزائر تكون قبلة بامتياز للاستثمار. احنا عندنا في حزب صوت الشعب عندنا مخبر علمي، رانا فتحنا مواضيع ورشات، صرنا ننشطوا في مرجع جزائر 2025 قرب المدى، جزائر 30. من الاهتمام بترتيب البيت الداخلي إلى الشأن الخارجي ودعم قرارات ومواقف الجزائر الخارجية، على أمل أن لا يبعد المشهد الخارجي الأحزاب السياسية عن متابعة كل صغيرة وكبيرة بالبلاد.